اجتمعنا وقضينا نهار بياخد العقل بوجود امير على رأس الطاولة اسمه كاظم الساهر. يعني والله خجلت كم مسافر. بحبه من كل قلبي وحبيته كتير كتير كتير. صار الطريق اسهل للشباب العراقي والصبايا العراقيين اليوم، لانه شايفين نموذج تحقق، بيعرفوا يتبعوا انه اذا واحد قدر يعمل البقيه بيقدروا يعملوا. طبعا انا لما اسافر بكل العالم، لما اقارن بصراحه واشوف شبابنا الوطن العربي شباب لا اشوف فيهم ثقافه وفيهم رقي اروع ما يكون. سيد احمد، سمعت انه فيها كثير عرب صح؟ مرسيليا في موجات من الهجره، 600 سنه قبل الميلاد جاءوا الى مرسيليا اليونان، وهم من بنوا مرسيليا بقائد اسمه بروتيس. هذا قائد يوناني. هذا قائد يوناني. بس انا يعجبني انه انت رجل مثقف وعارف عن التاريخ، وهذا شيء يعني فعلا نفتخر به لما نشوف شباب عرب مثلكم في الغربه. يعني مثلا شبابنا العرب يتناقشوا بالسياسه يجاوبك، يتناقشوا بالتاريخ يجاوبك، يتناقشوا بالادب، يتناقشوا عن وطنه، تحس راس جواه تناقشوا. بس انه حتى لما يخرجوا اي بلد في العالم ان يبقى الدافع جواهم انه ما ينكسر ويستمروا في عملهم، فيما يحملوه بكل شيء يحققوا حقيقه. اقول الواحد يقدر يحمل الوطن. انا مثلا من ضمن الشباب اللي اشوفهم، انا من عائلتي ايضا الان، من عائلتي اطفال راحوا، يعني خلص انا بدي اشوف حياتي قاعد سنوات تمشي وما اقدر احقق طموح، اريد اعيش واعمل مستقبل في وين ما كانت. الارض ارض للكل، الله خلق الارض للكل، ما حط حدود. اللي حط حدود هم البشر، واكثر اللي حط حدود مو بشر عاديين بسطاء الناس، لا حطوا حدود هم السياسيين. طبعا للاسف لا، الثقافه انه نعرف انه لا حدود، انه ما يشعرون بالياس. كاظم الساهر خبرنا خبريات كتير حلوة وكتير مؤثرة، إن شاء الله ما بتنعاد عليه وبتنعاد عليكم جميعا، خصوصا على العراق الحبيب. إن شاء الله ما بنشوف غير أيام حلوة من هون ورايح يا رب. احنا عانينا من محنة، احنا عانينا بوقتها في الحرب. أنا 6 سنوات جندي ما أعرف شو أعمل، يعني حتى لما أمسك العود أهرب في زاوية، أمسك عودي وأتمرن. يعني حتى كانت الزاوية اللي أهرب فيها في مكان شتور بلاليع ونحاول هذا ألف علي قماش وأتمرن وحتى أكمل أواصل. عندي 6 سنين. احنا 6 سنين في الجيش، بس الحمد لله انه اخذونا على مكان كله مسير، او يعني عملوا يعني احترموا مواهبنا. حلو. انا هذا قصدي رساله للشباب. تعرف هيدا كثير مهم، لانه اوقات بيخمنوا انتم الفنانين رامي كاظم مهمين، بيقولوا انه خيي هن واصلين، وصلوا، مش مزبوط. في معاناه بتعانوا كلمة حق، يعني مش بسهوله واحد حقق. انا بالحب اكون مع قيصر كاظم الساهر، وكان غدا من اروع ما يمكن. تعرف شو استاذ اللي ذبحني؟ طلعت وقلت بالحب اكون او لا، يعني ولعت ومتها. بدي اياك تكتب لي اياها بليز، والله بليز، وباخذها لإلي. والله اي من جد. ترى في بالي شغله حبيت انه يكتب لي على اللوحه مقولته الشهيره اللي كانت في برنامج ذا فويس: بالحب اكون او لا اكون. هيدي ما حدا سبقك عليها ايه؟ وبعدين الاخير يعني تكمليها انت بعدين. بكل سعاده كتب لي اياها ووقع لي عليها، وطبعا على طول قبل التصوير خذوها مني وعرضوها في المزاد. نتناقش بالادب، ناقش عن وطنه، تحس راس جواه، تناقش.
بس انه حتى لما يخرجوا اي بلد في العالم ان يبقى الدافع جواهم انه ما ينكسر ويستمروا في عملهم فيما يحملوه بكل شيء يحققوا حقيقه. اقول الواحد يقدر يحمي الوطن. انا مثلا من ضمن الشباب اللي اشوفهم، انا من عائلتي ايضا الان، من عائلتي اطفال راحوا، يعني خلص انا بدي اشوف حياتي قاعد سنوات تمشي ومدى اقدر احقق طموحي، اريد اعيش واعمل مستقبل في وين ما كانت. الارض ارض للكل، الله خلق الارض للكل، ما حط حدود. اللي حط حدود هم البشر، واكثر اللي حط حدود مو بشر عاديين بسطاء الناس، لا حطوا حدود يعمل البقيه بيقدروا يعملوا. طبعا انا لما اسافر بكل العالم، لما اقارن بصراحه واشوف شبابنا الوطن العربي، شباب دا اشوف فيهم ثقافه وفيهم رقي من اروع ما يكون. سيد احمد، سمعت انه فيها كثير عرب صح؟ مرسيليا في موجات من الهجره. 600 سنه قبل الميلاد جاءوا الى مرسيليا اليونان، وهم من بنوا مرسيليا لقائد اسمه بروتيس. هذا قائد يوناني. هذا قائد يوناني. بس انا يعجبني انه انت رجل مثقف وعارف عن التاريخ، وهذا شيء يعني فعلا نفتخر به لما نشوف شباب عرب مثلكم في الغربه. يعني مثلا شبابنا العرب يتناقشوا بالسياسه يجاوبك، يتناقشوا في التاريخ يجاوبك. حدود هم السياسه طبعا. للاسف لا، الثقافه انه نعرف انه لا حدود، انه ما يشعرون بالياس. كاظم الساهر خبرنا خبريات كتير حلوة وكتير مؤثرة، إن شاء الله ما بتنعاد عليه وبتنعاد عليكم جميعا، خصوصا على العراق الحبيب. إن شاء الله ما بنشوف غير أيام حلوة من هون ورايح يا رب. احنا عانينا من محنة، احنا عانينا بوقتها في الحرب. أنا 6 سنوات جندي ما أعرف شو أعمل. يعني حتى لما أمسك العود أهرب في زاوية، أمسك عودي وأتمرن. يعني حتى كانت زاوية اللي أهرب فيها في مكان شو تقول بلاليع، ونحاول هذا ألف علي قماش وأتمرن وحتى أكمل أواصل. عندي 6 سنين. احنا 6 سنين في الجيش، بس الحمد لله انه اخذونا على مكان كله مسير، او يعني عملوا يعني احترموا مواهبنا. حلو. انا هذا قصدي رساله للشباب. تعرف هيدا كثير مهم، لانه اوقات بيخمنوا انتم الفنانين رامي كاظم مهمين، بيقولوا انه خيي هن واصلين، وصلوا. مش مزبوط، في معاناه بتعانوا كلمة حق، يعني مش بسهوله واحد حقق. انا بالحب اكون مع قيصر كاظم الساهر، وكان غدا من اروع ما يمكن. تعرف شو استاذ اللي ذبحني؟ طلعت وقلت بالحب اكون اولى، يعني ولعت متها. بدي اياك تكتب لي اياها بليز، والله بليز، وباخذها لإلي. والله اي من جد. انا في بالي شغله حبيت انه يكتب لي على اللوحه مقولته. رحنا وقضينا نهار بياخد العقل بوجود أمير على رأس الطاولة اسمه كاظم الساهر. يا اخي والله يخجل. أنا مسافر. بحبه من كل قلبي وحبيته كتير كتير كتير. صار الطريق اسهل للشباب العراقي والصبايا العراقيين اليوم، لانه شايفين نموذج تحقق، بيعرفوا يتبعوا انه اذا واحد قدر